عالسلامة ومرحبا بكم على قناتي على يوتيوب. إذا أول مرة تدخلوا على القناة ما تنسوش تنزلوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وصفتها متاع اليوم اللي هي تشيز كيك ناتور بالكولي فرامبواز بنة عالمية ومكونات اقتصادية. بصراحة راني جربت برشا أنواع متاع تشيز كيك، لكن حبيت نودكم بروسات تنجموا تعملوها وين ما كنتم. أول حاجة باش نبدأ بها اللي هي المول متاعي، الديمونسيون متاعها 19 سنتيمتر، وتنفع الروسيت هذه للي مول متاع قياس 20 وقياس 18. حطيت البابي هذيك اللي عندي باش من بعد تسهل عليا الديمولاج وباش نحطها في البريزونطوار متاعها. دونك هذه المول حضرتها سي بون، وتوا ما بقى كان باش نوريكم المكونات. بالحق راهي حاجه بسيطه وتقريبا موجوده في كل دار. اول حاجه خذيت البسكوي هذايا، بسكوي الزبده بيتي بور، الباك هذاك فيه 175 غرام كما تشوفوا، باش نرحيه وباش نزيد عليه الزبده اللي هي 70 غرام زبده. دونك 70 غرام زبده و175 غرام بسكوي. خديت الفود بروسيسور متاعي باش نرحي بها البسكوي متاعي. واذا ما عندكمش الفود بروسيسور تنجموا راهو ترحوه جست تضربوه شويه بالقلقال، جست تحطوه في كيس غذائي وتضربوه لين يتهروش. دونك اني باش نرحيه بالفود بروسيسور، ومن بعد باش نوريكم شنو باش نعملوا له. بعد ما كملت رحيت البسكوي خذيت البول متاعي وباش نخلط فيها هي كل شيء. دونك اول حاجه باش نحط البسكوي متاعي في البول، ومن بعد باش نزيد عليه كمية الزبدة الكلها بعد ما ذوبتها في الميكرووند. اللي ما عندش الميكرووند ينجم يذوبها في حمام مريم. باش نخلط كل شيء مع بعضه. وبالنسبة للبسكوي راهو ما يجيش مبلول برشا، على خاطر من بعد كيف نحطه في الفريجيدير الزبدة باش ترجع للتكستورة متاعها الطبيعية باش تجمد، وهذاك علاش لازم نخلوها مبلولة شوية باش من بعد في الديكوباج ما تبداش كاسحة. دونك حطيت الخليط متاعي سي بون في المول، وباش نبدا نرفس فيه شويه كما تشوفوا باش نحاول اللصقه ونتحصل على طبقه ملساء. نوصل العمليه هذه لين المول متاعي كله نحاول اني نعملها مستويه الطبقه هذه كما تشوفوا، وباش نبقى ننزل عليه بشويه بشويه. اذا مش موجود عندكم سباتول تنجموا تاخذوا كيس وتعملوا بيه بنفس الطريقه. راهي حاجه سهله وبسيطه وما تاخذش برشا وقت. الكل في الكل تقريبا 10 دقائق بين رحيين وتحضير المول وكل شيء. توا سي بون المول متاعي حضر كما تشوفوا ما شاء الله. باش نهز نحطها في الفريجيدير وباش نحضر الكريم. بالنسبة لمكونات الكريم راهي بسيطة ياسر. خذيت 2 ساشيات كريم شانتي. بالنسبة للكريم شانتي متاعي راهي تركية، ومكتوب على الباكو متاعها لازم 200 مليلتر حليب. بالنسبة لي أني راني نقصت في الكمية على خاطر حاجتي بالكريم إن هي تكون شادة روحها. دونك استعملت 2 ساشيات كريم شانتي ما يعادل 150 غرام ومعاهم 150 مليلتر حليب. شوفوا الريزلتات اللي باش نتحصلوا عليها. خذيت لهني 300 غرام فرماج اتارتيني. اني بالنسبه لي استعملت فيلادلفيا. اذا مش متوفر تنجموا تستعملوا فريدو اذا انتم في تونس. باش نخدمه كما تشوفوا بالمغرفه والا بسباتول. الفرماج لازم يكون ا تمبيراتور امبيونت، يعني بدرجه حراره الغرفه باش يسهل علينا من بعد عمليه التخليط متاع. مهم ياسر اللي احنا نعملوا المرحله هذه على خاطر اذا نحطوا ديريكت من الفريجيدير مع الكريم باش يبقى الكريم فيها حبيبات متاع جبن. دونك اني ما حاجتيش بالكريم تكون فيها الكعابر. دونك هذاك علاش لازم نعملوا المرحله هذه. وتوا ما بقى كان باش نزيده على الكريم شانتي. توا باش نزيد كمية الفرماج الكلها اللي عندي، ومن بعد باش نخلطهم جست شوية بركة بالمضرب الكهربائي جست باش نتأكد اللي المكونات الكلها جنست مع بعضها. مهم ياسر اللي احنا ما نخلطوهمش برشا على خاطر الجبن يولي كأنه ماء. دونك جست شوية بركة باش تتخلط الكريم الكلها مع بعضها، ومن بعد سي بون الكريم متاعنا حضرت. جست اني باش نزيدها
عصرة القارص، وبصراحة راهي زادتها بنة على بنة. الحق راني أني عندي عصير ليمون حامض حاضر، دونك ما يعادل مغرفة صغيرة كما شفتوا. راني مزدتش برشا باش نخلط كل شيء بسباتول. لازم نعمل المرحلة هذه بسباتول على خاطر الكريم راهي سي بون جانست. إذا تحبوا تخلطوا بالذرة بالكهربائي تنجموا تزيدوا عصير الليمون من المرة الأولى. دونك شوفوا لي ما شاء الله هيك الكريم كيف جات. توا باش نخرج المول متاعي وباش نضيف كميه الكريم الكل. مهم ياسر اللي احنا نضيفه تدريجيا باش من بعد ما نخلوش فراغات. نحاول اني نضيف بالكميه ومن بعد نحاول اني نستويها على كامل المول، وهذاك علاش لازم نعملها باش نتفادى اللي يكون عندي فراغات من بعد كيف نعمل الديمولاج نتاع تشيز كيك نتاعي. شوفوا لي ما شاء الله هيك الكريم كيف جت شاده روحها بالكدا، وهذه كلها باربع مكونات فقط من غير لا جيلاتين لا ماسكاربون ولا كريمه خفق. باش نحاول اني نستوي السطح نتاع التشيز كيك نتاعي على قد ما نقدر، باش من بعد يسهل عليا الخدمة وكيف تشد الكريم راحة. ونزيد الكولي فرامبواز باش يكون الوجه متاعها مزيان. دونك باش نوصل العملية هذه وباش نحط التشيز كيك متاعي ليلة كاملة في الفريجيدير. يعني أنا راني التشيز كيك هذه حضرتها في الليل، ومن غدوة حضرت الكولي فرامبواز وفريز متاعي. دونك كما تشوفوا مكونات الكولي فرامبواز وإلا الفريز بالنسبة لي أني راني استعملت كمية بسيطة اللي هي 170 جرام من الفرامبواز والفريز اللي يكون بارد خرجتها من الكونجيلاتور. إذا ما موش متوفر الفرامبواز نجموا تستعملوا فقط الفريز 170 جرام ومعاهم 70 جرام سكر. هذه هي مكونات الكولي فرامبواز فريز، راهي سهله على الاخر. كما قلت لكم تنجموا تستعملوا فريز فقط. خذيت المقله متاعي، بالنسبه لي راني استعملت المقله حبيت نوريكم كيفاش يطيب، لكن اذا تحبوا تنجموا تعملوه في الكسرونه. دونك حطيت على الغاز ونقصت عليه وخليته يطيب سله سله. شوفوا كيفاش بدا يخرج في الماء متاعه، وراني لازت الماء لا عصير ليمون لا حتى شيء، واحده خليته يطيب. وشوفوا لي ما شاء الله كيفاش بدا يخرج في العصير متاعه باش نخليه يطيب. كما قلت لكم لين سي بون الفرامبواز والفريز ما عادش فيهم روح، يعني وقت اللي نمسهم بالسباتول نلقاهم ديجا طيبين. خذيت الميكسور بلونجون متاعي وخذيت الكيس هذا. دونك باش نرحي فيه الكولي متاعي بعد ما طاب خليته يرتاح شويه، وتوا باش نرحيه بالميكسور بلونجون لين نتحصر على ليكيد وكل شيء يعني تخدم سيبون. لا عاد عندي قطعه صغيره متاع فريز ولا فرامبواز. مهم ياسر اللي احنا بعد ما نروحوه نصفوه باش نتاكدوا اللي ما فمش حبيبات. دونك هذاك علاش خديت الكيس وخديت المصفات متاعي هذيا وباش نحط فيها الكولي فرامبواز ونصفيه باش نتاكد اللي ما فمش حبيبات متاع فرامبواز والا متاع الفريز يعني، ويبدا الجو متاعهم مش باهي وقت اللي ناكلوه. باش نوسع بالي في المرحله هذيا وباش نصفيه بالباهي لين نكمل الكميه الكل اللي عندي. تو وصلنا لاخر مرحله في التشيز كيك متاعنا. خديت السكينه وبالظهر متاع السكينه ردوا بالكم على خاطر كانت تعملوها بالوجه متاع السكينه راهو باش يجرح لكم بالمول. باش نعاون شويه الكريم دونك باش نعمل الديمولاج نتاع التشيز كيك متاعي. دونك مهم ياسر اللي احنا نعملوها على خاطر كنا نحوها المول تو دانكو باش تجينا مفترشه وشطر الكريم يلصق في المول. دونك باش نحاول ننظم شويه، ديجا هي تبلبصت شويه. دونك باش نحاول نستويها على قد ما نقدر كما تشوفوا بسباتول هذيك اللي عندي، ونواصل العملية هذه اللي نتحصل على المنظر المزيان اللي تشوفوا فيه قدامكم. حوايج مرتوبة ومنظمة وكما تشوفوا بمكونات بسيطة وسهلة. تو مبقى كان التزيين. أول حاجة باش نحي التشيز كيك متاعي ونحطها في طبق التقديم، والمرحلة هذه راني ما صورتهاش. دونك بعد ما حطيتها في طبق التقديم كما تشوفوا وخذيت الكولي فريز فرامبواز متاعي. وشوفوا لي ما شاء الله كاللون من غير أي إضافات ومن غير حتى ملون، راهو يجيكم ما شاء الله
المهم الفريز لازم يكون الكولور نتاعها غامق شويه باش تتحصلوا على اللون هذايا. دونك تويكا باش نصب الكولي نتاعي، وشوفوا لي ما شاء الله باش نحاول هيك نعمل شويه دريبس. اذا ما تنجموش تعملوهم ديريكتومون تنجموا راهو بالمغرفه وراي تجيكم بنه عالميه بالحق. حتى السكر نتاع الكولي راه يجيكم معتدل، له حلو برشا وله فيه الحموضه، والا يجيكم قارص. يعني اذا خايفين من القروسيه راهو ما يجيش قارص جمله. كيما تشوفوا ما شاء الله كملت صبيت الكولي نتاعي. تو ما بقى كان باش نزيد كعبه فرامبواز كيما تشوفوا من فوق باش نزين بيهم. وشوفوا لي ما شاء الله هيك الالوان وهيك البنه. وكيما تعرفوا الفرامبواز والفريز يتمشى برشا مع البيستاش، فمن بعد زدت عليهم رشه بيستاش وبالحق زدتها بنه على بنه. شوفوا لي ما شاء الله هيك البنه كيفاش اللي تحصلنا عليها، وراهي حاجه مرتوبه وبنينه وسهله على الاخر. حاولت اني نبسط لكم المكونات على قد ما نقدر، وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. ما تنسوش تشجعوني وتخلوا لي كومنتير وتعملوا لي لايك وسبسكرايب على شين يوتيوب والانستغرام زادة. نخلي لكم اللين في صندوق الوصف، ونتقابلوا المرة الجاية في وصفة أخرى إن شاء الله، وبالسلامة.